السلام عليكم. في القطاع ديالنا اللي هو التعليم كنتصادفوا ديما مع قصص وحوادث صلاح تكون عبرة وإفادة للاستفادة وأخذ الحيطة والحذر، ومنهم قصة اليوم. قصة اليوم كتعود الأحداث ديالها لسنة 2009 في مدينة السمارة، وبالضبط في السنة الثانية بكالوريا أداب عصرية. كان عندنا واحد التلميذ سميتو أيمن، وكانوا عنده 3 الأصدقاء الله يهديهم ما كانوا كيقراو ما والو، وكانوا مشاغبين بدرجة كبيرة. ما كنتش متأكد، ولكن كنت كنشك ديما أنهم كيتعاطاو شي مادة مخدرة، ومعاهم أيمن اللي تغير حاله هاد السنة وتقلب حاله من الجد والاجتهاد والمثابرة للغياب والتهاون وقلة الحيلة. كانوا مرات كيجيو للقسم يجلسوا مجموعين في آخر باياس المختبر، وكيجبدوا ترموس فيه خمر ويتعاطوه بسرية دون علم الأستاذ. واحد النهار، وعلى ما قال لنا الأبد أيمن، وبين ما هما كيفطروا الصباح، طلب منه أيمن فلوس سوايع الماط، حيت هي مادة أساسية للمعامل ديالها 5 في الباك. وأكيد سبق لي الشرط بلي الرياضيات ماشي أساسية في الأداب، وبلي المعامل ديالها أقل من ذلك، بل وما كيدوزوهاش حتى في امتحان ديال البكالوريا أداب. المهم جبد الأب 200 درهم وعطاها ليه، وقال له راه 350 درهم 2 حصص في السيمانة، يعني ديك 200 درهم راه ما كافياش. ضحك الأب وقال له غير طفروا وزادوا داكشي اللي بقى. ناض أيمن كيجري بلا ما يكمل فطورو، هز الكارطابل ديالو وخرج كيجري من الدار. أيمن كان اتفق مع صحابو يكاسيو كيف كيقول صديق ديالو في محضر الشرطة. المهم شراو باكية السجائر فيها لونين أحمر وأبيض على ما كيقول الصديق ديالو ديما. دازو عند مول الزريعة خداو شي فواكه جافة، المهم شوية شوية، ودازو عند مول الزيتون كذلك خداو شوية. شدو طاكسي ومشاو لحي مطرف في المدينة، وتقداو مسكر باش يتناولوه ويسكروا المجموعين. سولهم أيمن وقال لهم انتوما شنو جبتو؟ جاوبوا صاحبو الحسين من بعد ما جبد ميكا كحلة من الكارطابل ديالو. داكشي اللي جبت انا احسن من هاد الملونات والخشيبات اللي جبتي انت. أيمن شدو الفضول وبغى يعرف شنو داكشي. قال لي الحسين باللي مفاجأة، وغادي تسافر به بعيد غير يمشوا للكدية ويتبرعوا بشي جلسة فاعلة من داكشي. والكدية هي واحد الجبل صغير مطرف خارج المدينة. فعلا اتجهوا للأكادية، وأيمن متشوق يعرف شنو كاين في الكيس الكحل اللي جاب صاحبه الحسين. وفعلا وصلوا وفرشوا كراتبهم تحت منهم وبداو في تعاطي الممنوعات اللي جابوا معاهم. ووصلت وقت صاحبهم الحسين وجبد من الميكا شريط دواء حبات حمراء، وعطى لكل واحد فيهم حبة. قال لهم الحسين من بعد هاد الحبة غيبان لكم بلال كيغني الأناشيد. وفعلا سولوا أيمن بكل فضول واش من الأناشيد، قال لي الأناشيد ديال سبيستون، ودائما بناء على أقوال الأصدقاء ديالو كيف قلنا. فعلا تعاطوا الحبات قاقا كما سماها الحسين، وتغير بهم العالم وعاشوا في عالم موازي. بقاو تماك حتى لديك 12 ديال الليل، فاقوا شويه من بعدها جاو نازلين المدينه. دازوا للساكا، خداو علكه بطعم الفليور باش يخبيو اي رائحه ممكن تكون فيهم، وصاشيه البارفان الواحد كيدير بدرهم. رجع أيمن للدار ولقى دارهم كيتسناوه. قال لهم خدامين على واحد العرض غدا وفيا النعاس، ومشى لبيتو ينعس بلا ما يتعشى. أيمن دخل البيت وهو منشوي وفرحان وضاحك ومهموم ومقلق في نفس الوقت. ما فهمش هاد الخلطة د المشاعر. المهم عجبو الحال وبغى المزيد من ديك قاقة السرفاقة كما كيسميوها. أيمن خدا الهاتف ديالو وصيفط رسائل عديدة للصديق ديالو الحسين باش يجيب ليه المزيد، لكن الحسين قال ليه راه غاليين وما بقاوش عندي، خصنا الفلوس باش نجيبوه تاني. سولو أيمن شحال كدير السنتة د الدواء؟
كلها قال له 3200 درهم، أي 64 ألف ريال. تصدم الولد مسكين، منين غيجيب هذا المبلغ كامل؟ واخا يدير اللي دار ويقول لباه اللي قال ما غاديش يعطيه هذاك المبلغ. خرج من بيته في نص الليل ونزل لتحت وخلى مالين دارهم ناعسين، وبدا كيقلب في اي بلاصه على التلفازه واي مكان ممكن يكون فيه شي فلوس ولا اي حاجه ممكن تباع. ايام ما يقلب ما لقى والو، وهو ما بقاش قادر يصبر. دخل البيت ختو بشويه وهو كيتخبى وهو ماشي على صباع رجليه، وخدا ليها الحاسوب ديالها وبعد قراعيد العطر ديالها وخرج. كيف دخل اتجه لبيتو، خدا التليفون وخرج كيجري. مشى عند صاحبو قاصدو، بقى كيصفر بطريقه معينه باش يخرج عنده، طريقه غير كيفهموها غير هما بجوج. فعلا الحسين سمع صاحبو وخرج. سولو واش داكشي هاز، قال له ما لقيت فلوس، كاين غير هاد البيسي دختي وراه ساوي اكثر من داك المبلغ. الحسين رد عليه باللي محال يقبل، ولكن غيسول داك اللي كيعطيه داك المخدر. فعلا صونا على داك اللي كيزودو داك المخدر واتجهوا للحي الصناعي. تما بقاو يتسناو حدا واحد الكاميو قديم واقف تما سنوات هذه، واكيد الناس ديال السماره غادي يعرفوه. خرج عندهم دري شاب في عمره 20 عام تقريبا، عطاهم ميكا كحله وعطاوه الحاسوب وقنينات العطر اللي خدا الاخت ديالو. خدا ايمن داك الشريط ودا كيسب فيه حبه حبه. حاول حسين على حساب ما قال انه يحبسه، ولكن ايمن كيقول له انا بغيت نبقى ديما في داك العالم الموازي، احسن حياه هي هذيك. من بعد 4 ديال الحبات بدا ايمن كيترعد ويعرق وعينيه كيرمشوا بالزربه، وطاح فجاه وبدا كيركل ويترعد. حسين شاف داك الشيء وهرب. بقى هكاك ايمن حتى الصباح، جات الاسعاف وداتو، ولكن تفات الفوت وخدموا الامانه امانته. الابوين تصدموا في اللي وصل لهم، والام توفات في ساعتها بسكته قلبيه، الله يرحمهم كاملين المساكن. تغيبوا التلاميذ على المؤسسه لاكثر من 4 أيام، وتم التواصل مع اولياء الامور ديالهم، وتصدمنا بالفاجعه خصوصا ملي جات الشرطه للمؤسسه كيبحثوا على الاصدقاء ديال ايمن. تم الاستجواب للاساتذه والمدير وكل من كان على تواصل بالتلميذ، وفعلا تواصلوا مع الاصدقاء ديالو اللي اعترفوا بكاع داكشي اللي كانوا كيديروه. الحسين تعتقل وتم التحقيق معاه باش يوصلهم للمزود ديال داك العقار، لكن ما معروف شكون، خصوصا وانه حيد النمره من بعد ما شاف من بعيد اللي وقع ورفض التدخل، بل وهرب من الواقعه. الحسين خرج دابا عامين هادي، وعلى ما تقال لي خدام مع شي ورشة الكهرباء السيارات في مدينة العيون. أما الآخرين وعائلة أيمن فما بقينا سمعنا عليهم تخبار، خصوصا وأنهم انتقلوا لمدينة أكادير، حيث بنتهم هاي الأخت ديال أيمن ولات كتقرا تما. الله يرحم داك السيد ويصبر عائلته، وهذه عبرة لجميع التلاميذ. ردوا بالكم ولدي، ماشي كلشي باغي ليك الخير، وماشي كلشي تاخدو. الصحة نعمة، حافظوا عليها. إذا عجبك المحتوى دعمونا بالضغط على زر الاشتراك بالقناة، وركوا لنا على اعجبني للفيديو مع تفعيل الجرس باش تكونوا الاول اللي غيعرف ملي تغلوح القصة اللي جاية ان شاء الله.